حبيتك في هذا الفيديو. تخيل انك جامي قريت اللغه الانجليزيه وراه يتلف لك منين تبدا. جربت المدارس الخاصه والمعاهد بصح ما لقيتش نتيجه. راح نبدا الان معك بخطوات بسيطه ومدروسه، وراح نحاول نساعدك في تطوير المستوى تاعك في اللغه الانجليزيه حتى ولو كان المستوى تاعك ضعيف. راح نبداو بمواقف يوميه ونعاونك كيفاش تريبوندي على هذوك المواقف اليوميه بشكل بسيط، وراح تتعلم الانجليزيه ببساطه. نقولوا على سبيل المثال اني حكيت لك باللي البارح رحت الى الجمهوريه، وهو ريستو معروف شوي صيفي، وكليت فيه الكبده والحم. تقول لي بصحتك استاذ بحمد، معناتها حاجه مليحه عليك. تقول لي good for you good for you. على سبيل المثال نقول لكم ليكيب الصيف اللي فات رحت لتركيا وماليزيا وتشاينا وختمتها برحله الى لندن. تقول لي good for you. ليكيب نمد لكم مثال ثاني بعد good for you. على سبيل المثال نتايا كي الشركه تاعك نقولوا لك خدام مدت لك مهمه، وهذه المهمه هو انك تسويفي لهذوك الخدامين اللي هم يخدموا في الشركه، انت هو المشرف عليهم. دوكا هذوك الخدامين واش دير؟ تقول لهم ليكيب اليوم عندنا هذه المهمه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، وفي الاخير تقول لهم كل شيء واضح. واش تقول لهم؟ so far so good. لازم يكون سؤال الصوت تاعك. so far so good، كل شيء واضح. so far so good. الجماعه هذوك الخدامين يقول لك وي كل شيء واضح. yes so far so good. نقولوا انت يا انسان عندك بيزنس صغير وراك حاب تركريتي واحد الانسان، توظف انسان يخدم معاك، وعندكم 10 بنود لازم تتفاهموا عليها باه تسينيو الكونترا، وهذاك الخدام هو مريح معك وانت هو المسؤول تاعو، انت راح تركريتيه في الشركه. تقول هذا هو البند الاول الثاني الثالث الرابع، كي توصل في البند الخامس قبل ما تزيد حتى البند العاشر تقول له كل شيء واضح so far so good. واش يقول لك؟ يقول لك yes so far so good، معناتها كل شيء واضح ولا كل شيء واضح. مام هذه يقدروا يستخدموها الاساتذه كي يكونوا قريوا في الكلاسه، يقولوا للطلبه تاعهم so far so good كل شيء واضح. الطلبه يعاودوا يقولوا yes so far so good. ليكيب حبيت دوكا نبدل لكم بعض الصور ونخلي لكم انتوما تستنتجوا كيفاش نحكيو على اي صوره جميله في اللغه الانجليزيه. على سبيل المثال كي نوري لكم هذه الصوره، صورة ما شاء الله. تقول لي أستاذ أحمد جميلة جدا. واش نقولوا؟ نقولوا it's beautiful it's beautiful، معناتها جميلة. واش رايكم على هذه الصورة؟ شابة؟ yes it's beautiful، إنها جميلة. it's beautiful. الامريكيين التي اللي في بيوتيفول يرجعوها دي خفيفه، يقولوا it's beautiful it's beautiful. It's beautiful and I love it. ولا راكم حابين تهضروا كما الامريكيين ان شاء الله في المستقبل؟ الامريكيين التي يرجعوها دي خفيفه، يقولوا it's beautiful. ليكيب واش رايكم في هذه الصوره؟ انها تمطر. واش نقولوا؟ it's raining، انها تمطر. it's raining. واش رايكم في هذه الصورة؟ سخانة. واش نقولوا؟ it's hot، معناتها سخانة بزاف. خرجت من الدار لقيت باللي سخانة اليوم كاع واش كاين. تقول it's hot today. العكس ديالها اللي كيف البرد it's cold. for example it's cold today، البرد اليوم it's cold today. وكي نتلاقوا مع اي انسان ونتحدثوا معه وتخلص المحادثه تاعنا معه، في الاخير نقولوا له نبقوا في تواصل. شغل نتسلموا هكاك نقولوا نبقوا في تواصل. نحن نبقوا we keep in touch. اللي بعدها ليكيب الحاجه اللي تعاني كثير من الدول العالميه ولا العواصم الكبيره اللي تعاني منها هي السركله ولا الزحمه المروريه. في اللغه الانجليزيه نقولوا the traffic، حركة المرور ما بها is bad. the traffic، حركة المرور is bad. العكس ديالها the traffic is good. ممكن تقول لي مستر أحمد today the traffic is bad، ولا الحمد لله today the traffic is good. أعزائي المتابعين، واش تعلمتوا الآن هي الخطوة الأولى لك باه تبدأ في مجال الإنجليزية ولا تبدأ تهضر باللغة الإنجليزية. رانا دينا عبارات يومية مهمة جدا، هذه العبارات تبدأ بهم. راح ندير لك الكوراج باه تبدأ مع الإنجليزية. ما تنساش تبعث كل ما تعلمت تبعثه إلى الكونت تاعك ولا الحساب تاعك في الواتساب باه تراجعوا. ما تنسوش ليكيب بارطاجوا هذا الفيديو مع أصحابكم باه كان نتعلموا اللغة الإنجليزية. Thank you so much for watching and see you next time. السلام عليكم.